السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله. النهاردة انا كان عندي، عايزة اقول لكم، كان عندي البتاعة اللي انتوا شايفينها دي. انا مش عارفة اقول عليها ايه، هي كانت جزامة، كانت ايه بالظبط، انا مش عارفة. فكنت انا عيناها بقالها كتير جدا جدا، فكنت راكناها خالص في المسقط. حاطه فيها بصل، حاطه فيها توم، يعني اهو كان بيتحط فيها اي حاجه قديمه. ف بصراحه انا لما شفتها كنت مستحرماها جدا. هي بوسي، كنت مستحرمه جدا انها مركونه بالمنظر ده، وان هي لو اتدهنت اعتقد انها تبقى شكلها حلو. فقلت لمعاذ ابني: ما تيجي يا معاذ اما نجرب، تاخدها وتدهنها وتشوف هنعملها ازاي او هيبقى شكلها ايه. طلعت حلوه، قلنا هنخليها. طلعت مش اي كلام، احنا هنفضل زي ما هي. تمام. هنا معاذ بقى جابها وقعد ينظف فيها، وبعدين لقى فيها الستيكر اللي كنا حاطينه عليها كده كان ملزوق، فحاول يطلعه باستشوار. فالحمد لله طلع معاه، وابتدى معاذ ينظف فيها. زي ما احنا شايفين كده. الاول بيشيل التراب منها بحته قماشه، شال التراب خالص كله، وخصوصا اللي هو في الزوايا، علشان ايه؟ ينضف. وبعدين شال الدبابيس، كنا مدبسين فيها مفرش كده عشان يغطيها من الشمس من قدام، لان ملهاش بيبان. وبعدين جاب حته من الصنفره زي ما انتم شايفين كده، وبقى يبل ميه، يحط ميه ويدعك بالصنفره علشان ينضفها، ما يكونش فيها اي حاجه برز او اي حاجه كده. انا لقيت الحته دي لسه لازقه فابتديت اشيلها له. وهنا معاذ ابتدى يصنفرها كلها بقى خلاص. وابتدى جاب بقى الدهان. احنا جايبين اللي هو اللاكيه الابيض، جردل صغير خالص، ومعاه حاجه اسمها نفط. بنحط شويه من اللاكيه الابيض على حبه صغيرين من النفط ويقلبه، وياخد بها، خد بها اول وش. دهنا بقى اول وش لان غسيل، لان زي ما انتم شايفين الكتابه الصغيره اللي جوه دي كانت بنت اختي بتقعد، لان دي اصلا كانت عند اختي. فبنت اختي بقى وهي صغيره كانت بتقعد تشخبط فيها بالالوان وبالاقلام زي ما انتم شايفينها من جوه. فابتدى معاذ الاول ياخدها وش كده بالفرشه. بصراحه انا ما كنتش متوقعه النتيجه. خليكم معايا لاخر الفيديو وهتشوفوا النتيجه عامله ازاي. اتمنى تشتركوا معايا في القناه، واللي مشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصلكم مننا كل جديد ان شاء الله. ويا ريت لو وصلتوا لحد هنا تعملوا الاشتراك وتعملوا لي لايك وتعليق حلو وظريف منكم. حلوة قوي والله بجد. يعني النتيجة الأخيرة كانت مبهرة. كنتش مصدقة ان هي دي، يعني هي دي معقول؟ انتوا طبعا شايفين الفرق، يعني من ناحية فوق كده، ان هو بيدهن من فوق. انتوا شايفينها كانت فوق عاملة ازاي، وشفتوها دلوقتي لما بتدهن. اظن واضح هي هتبقى عاملة ازاي في الاخر يعني. طبعا الفرش حاجة على الارض، علشان لو نزل حاجة على السيراميك بيلزق، فيبقى صعب طلوعها، الا تجيبوا نفط بقى او جاز وتقعدوا تطلعوا فيها من كده. هنا احنا كنا جايبين رولة عشان ندهن بيها، فمعاذ خد اصلا الزوايا الاول دي لانها مش هتيجي بالرولة. الحتت الرفيعة دي قال هيدهنها بالفرشة، وبعد كده يستعمل اللي هي الرول اللي هو الصغير ده في دهان كل الاماكن اللي هي ناحية جوه ومن فوق. بصراحة معاذ تعب فيها جدا، وصمم انه يخلصها في نفس اليوم. يعني انا قلت له طب صنفرها ونضفها في يوم ودهنها في يوم، صمم هو يعمل كله في يوم واحد. بس بصراحة النتيجة مبهرة والله، انا انبسطت بيها وفرحت بيها جدا. او بصوا، بياخد الاماكن اللي هي الرفيعة دي الاول بالفرشة، عشان الرولة مش هتعرف تجيب الاماكن دي. الرول ده عشان تبقى سهلة وسريعة، الرول سريعة في الدهان. حد عنده اي حاجة يا جماعة قديمة ممكن يعملها بنفس الكلام او بنفس الطريقة.
جربوا حبة جردل لاكيز يعني صغير، جايباه ب200 جنيه، ومعاه ازازة اللي هي النفط، فعملت كتير يعني ما دهنتش ده بس، ده انا دهنت بيها كمان باب المطبخ، باب المسقط بتاع المطبخ. شايفينها من جوه عامله ازاي اهو. ابتدى معاذ بقى يدهن بالرول. حلوه الرولة دي، سريعه يعني. اهو شايفين المنظر، اظن المنظر شكلها واضح يعني دلوقتي، وده وش اول يعني لسه ما خدش وش تاني. شايفين بقى بعد ما خدت الوشين بقت شكلها عامل ازاي. انا حطيتها تحت التلفزيون، بجد بجد يعني مبهرة يعني. قولولي في التعليقات عجبتكم ولا لأ، واشكركم على حسن متابعتكم ليا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، وشيروها لكل اصحابكم وحبايبكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.